اوعي تعملي ازالة شعر قبل ما تعملي سكراب للجسم. ايا كان الوسيله اللي هتعملي بيها ازاله للشعر لازم تعملي سكراب للجسم. السكراب كنت قايله لك عليه فيديو قبل كده، اللي هو معلقه بن، معلقه سكر، معلقه زيت زيتون، وتبداي تفركي بيه جسمك كويس جدا. بعد كده تشطفيه، بعد كده بقى استخدمي اي وسيله. طبعا بس اوعي تستخدمي السويت، لان السويت قلت لك قبل كده ان هي بتعمل ترهلات في الجسم، وبالذات في المنطقه الحساسه. على قد ما بتسيب الجسم فل شمعة منوره، على قد ما بتسبب ترهلات مع الكبر السن، يعني بالذات في المنطقه الحساسه. هتستخدمي ايه؟ استخدمي الشيفنج، الشفرات. ممكن تستخدمي الكريم، بس في ناس عندها مشكله كبيره قوي مع الكريم، بتقول ان هو بيغمق، ان هو بيطلع شعر تحت الجلد. بصي اهو، بس طول ما انتي بتستخدميه من غير سكراب هو هيعمل المشاكل دي، بس لو بتستخدميه بعد السكراب على طول هو مش هيعمل المشاكل دي. ادهني منه طبقه بس مش باستمرار، على فكره ده في الزنقات، يعني لو انتي مزنوقه قوي الموضوع ده، بس بلاش في المنطقه الحساسه لانه هو هنا فعلا هيعمل غمقان. استخدميه في دراعك، استخدميه تحت الابط، بس مش باستمرار. اهم حاجه الحاجات دي تستخدميها على فترات طويله الامد. يعني خلي الشيفنج الليزر 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 مهم جدا، لان هو مش بيسبب اي اضرار الا لو انت حامل. هو لحد دلوقتي ما ثبتش ان هو ضرر، بس هم في المراكز دي بيمضوكي عشان لو حصل لك حاجه ما تقوليش انها منهم. فبلاش، يعني ما كانتش على 9 شهور دول، انت لو ماشيه عليه اصلا فخلال 9 شهور ده هيبدا الشعر يظهر بس صغير كده ووبري. فانت عندك الشفرات، عندك ماكينات فينوس، عندك الشفرات الحلاقه العاديه، كل الحاجات دي، او الكريم. شوفي انت هترتاحي على ايه واعمليه، بس اي وسيله ابداي اعملي منها السكراب. وحتى انت لو مش هتعملي ازاله شعر وداخله تاخدي شاور عادي، اعملي السكراب ده مره في الاسبوع. مش هتلاقي خالص جلد الوز لو انت من مصر، او لو انت من ايجيبت فالستروبري سكين مش هتلاقيه. ولو عايزه تضيعيه ادهني له كريم كرباميد، هسيب لك صورته في الفيديو لان هو خلصان من عندي دلوقتي. وبدهنه لتشققات القدم، بيدي نعومه في الاكواع وفي القدمين، بيبقى حلو جدا. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ولو اول مره تشوفيني اعملي لي متابعه ولايك. ولو بتشوفيني على تيك توك اعملي حفظ الفيديو واعاده نشر وابعتيه لصاحبتك عشان هي كمان تستفاد.